هو ممتاز في الامور ديت، يعني هو بيستخدم جسمه بشكل ممتاز، ولكن صحيح. في الكوره ديت ما فيهاش اي شيء يعني طبيعيه يعني، فكان قرار صحيح من حكم المباراه. طبعا نذكر بان دفاع المغرب كان حاضر، مع العلم بان كابتن يوسف شيبو كان متوتر ليس قليلا بل كثيرا. ودليل على ذلك بانه اشار في اكثر من مناسبه بان الدفاع يحتاج ايضا لان يتطور على مستوى اللقاءات القادمه، يكون محكم بشكل اكبر، وايضا عمليه انهاء الهجمات تكون حاضره بشكل اكبر، لان المباريات القادمه ستكون حساسه، وربما قد يكون هناك منتخب قوي في مواجهه منتخبي المغرب. بعض الاحيان عليك ان تقسم المباراه، لان انهينا المباراه بشكل صعب جدا، خصوصا ان المنتخب الاسكتلندي بدا الى في ربع ساعه بدا يخرج يعني في المرتدات، واصبح يخلق الفرص، وحنا يعني نخلق الفرص، لكن مشكلتنا ضيعنا العديد من الفرص. بعض الاحيان تحتاج الى الجماعيه يا عبد العزيز، يعني في الكره ممكن دياز اليوم كان يمرر، كانت عنده فرصه كبيره انه يريح اكثر اصدقائه ويريحنا حتى احنا ويريح حتى الجمهور. كانت عنده فرصه انه يبرر للسيباري. ماذا يقول برايك وهبي في هذه الصوره؟ يحفز اللاعبين، يشكر اللاعبين، اعتقادي انه نعم. تفضل يوسف. كما قلت الفوز مهم جدا، اول فوز للسي وهبي اللي في اعتقادي قدم مباراه تكتيكيه مهمه جدا كبيره، خصوصا على مستوى الحواد. وسط الملعب اليوم قدم مباراه كبيره، خصوصا نتكلم على بوعدي اليوم كذلك، واكثر العناوي اليوم كان مميز جدا في عمليه قطع الكره، في كذلك المساهمه مع المهاجمين ومسانده المهاجمين. السيباري اليوم كالعاده اليوم كان هداف وكان حاسم. دفاعيا كنا جيدين، خصوصا الرياض اليوم قدم مباراه كبيره، ما شاهدناش يعني فرص يعني حقيقيه بالنسبه للمنتخب الاسكتلندي. ديوب لا زال شويه، ديوب لازم عليه يتحسن اكثر، يعني ديوب ما يعطيكش اطمئنان، يعني ارتكب اخطاء كثير. لحسن الحظ ان الرياض كان اليوم ممتاز، مع العناوي اللي كان كذلك عاطي قوه اكثر، هو اللاعب معدي في عمليه افتكاك الكره، وعاطين حمايه للمدافعين. على الاطراف كما قلت الحكيمي اليوم مشاهدنا بعض الاحيان عليه يكون اكثر ذكاء، لان لقطه في الدقيقه يمكن اخر مباراه يريد دائما الهجوم. احيانا يجب ان تدافع، انك اول شيء انت مدافع ليس بمهاجم، لازم تكون تلعب ذكاء. اللاعب قائد، اظن قدم مباراه جيده كما قلت. الأناحي كذلك كان مميز اليوم، كان افضل بكثير من مباراه ضد البرازيل، لكن علينا ان نتحسن في عمليه انهاء الفرص وعدم ضياع الفرص. مثل فرق اخرى ومنتخبات اخرى يا عبد العزيز، يجب ان تستغل اقل فرص، لانك اذا ما تريد الذهاب بعيدا عليك تسجيل اهداف. شيء جيد اننا لم نستقبل ولا هدف الحمد لله. الان كما قلت، الان الراحه، استرجاع اللياقه مره اخرى، ونسيان المباراه والتفكير في المباراه المقبله ان شاء الله. اسكتلندا خسرت امام المغرب انتصرت بهدف دون مقابل في هذا اللقاء، في انتظار لقاء الجوله الثانيه ايضا بين البرازيل وهايتي في الساعه 3:30 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، بعد أقل من نصف ساعة من الآن. نذكر بأن المغرب في المركز الأول في صدارة المجموعة الثالثة ب4 نقاط، تأتي اسكتلندا بعد انتصار في الجولة الأولى أمام هايتي ب3 نقاط. كما نذكر بأن البرازيل مع تعادلها في الجولة الأولى أمام المغرب أصبحت بنقطة وحيدة فقط في انتظار لقائها بعد قليل، وهايتي في المركز الأخير حتى الآن ب0 من النقاط. أذهب لفاصل ومن ثم نواصل الحديث أكثر عن انتصار المغرب أمام منتخب اسكتلندا. ابقوا معنا. كمنتخب لازم تدافع بشكل كويس بعد طبعا التقدم في بداية المباراة، ولكن أنت بتلاعب منتخب عنده بعض العناصر ممكن تصنع الفارق. ماكتومناي، جون ماجين، ادمز، لعيبه قادره انها تصنع الفارق، ولكن منتخب المغرب دفاعيا ميك نو ميستيك، ولا تسديده على ياسين بونو اليوم، 6 تسديدات كلها خارج التارجت. دي معناها ان المنتخب المغرب كان منظم جدا دفاعيا. بكل تاكيد في بعض الاحيان انت محتاج لاعب زي العناوي في وسط الملعب. اتكلم على مباراه البرازيل والسهوله في السيطره على وسط الميدان والوصول على الكره، ولكن اليوم انت بتقابل منتخب شرس، منتخب اجريسيف، منتخب عنده قوه بدنيه كبيره جدا، ولكن العناوي اليوم في كل الكرات كان حاضر، سواء كان دفاعيا او هجوميا. فانا اشوف ان بالنسبه لي مان اوف ذا ماتش في مباراه اليوم، انا اتفق مع كابتن يوسف في بعض الاحيان لما بيجي لك فرص لازم تستغلها بشكل كويس.
لما يجي لك فرص لازم تنهي المباراه، لان في المباريات القادمه امام منتخبات كبيره هتكون في لعيبه تريد انصاف الفرص التسجيل. بالظبط. فانا اشوف اليوم في بعض الاحيان ابراهيم دياز تماما اتفق مع كابتن يوسف في كوره سهل جدا، باص واحد كان ممكن سيباري انفراد على المرمى وخلاص تنهي المباراه. كان هناك نوع من الانانيه في عمليه التمرير. هو طبعا المهاجمين ومعانا واحد من افضل المهاجمين في العالم في وقته بيعرف ان في بعض الاحيان المهاجمين بيبقوا انانيين، ولكن في بعض الاحيان لازم زميلك في موقف افضل منك فلازم تمرر له. سيباري كان في مكان ممتاز، كان ممكن دياز بباص واحد كان ممكن ينهي المباراه. ولكن اجمالا بالنسبه لمنتخب المغرب انا اشوف ان هي مباراه جيده جدا، ايجابيه في كل شيء ما عدا فقط استغلال الفرص. فانا اشوف بعد المباراه بيتكلم على المدرب محمد وهبي، انا اشوف ان هو كان بيتكلم على اللعيبه في حته ان الناحيه الدفاعيه كانوا كويسين جدا، في حاله ان منتخب اسكتلندا كان بيهاجم دفعوا بشكل ممتاز وقدروا ان هم يحافظوا على شباكهم نظيفه. عبد العزيز في البطولات الكبيره مهم جدا انك تحافظ على شباكك نظيف، وانا اشوف اليوم منتخب المغرب كان جيد جدا دفاعيا وقدر يستغل العناصر اللي تقدر تخلص المباراه زي سيباري في بدايه المباراه، واشوف ان المباراه تعطيه ثقه. اكيد المباراه القادمه امام هايتي هتبقى اسهل مباراه في اسهل مباراه البرازيل واسهل مباراه اسكتلندا، فقادرين على تخطي هايتي في المباراه القادمه. استمعنا لافضل لاعب في هذا اللقاء اسماعيل صيبري الذي كان حاضر باهدافه او هدفين في مرمى البرازيل هدف، وفي مرمى اسكتلندا في الجوله الثانيه هدف اخر. هذا اللاعب وانت مهاجم لعبت في مستويات عاليه جدا، الان ياتي عرض مميز لاسماعيل صيبري من بايرن ميونخ، ودليل على ذلك تألق ايضا اسماعيل لانه فعلا يستحق اللعب مع نادي كبير. سجل هدفين في مرمى البرازيل والان امام اسكتلندا. من دون شك، ودخل في هذين المباراتين في كأس العالم بطريقة وأظهر أنه يستحق اللعب في نادي مثل بايرن ميونخ. لديه جودة، لديه مهارات وبدنيا جيد وتسديدات قوية ويطلب الكرة بشكل جيد في المساحات، والهدف الذي سجله اليوم فهو على حدود التسلل، وبعد ذلك روض الكرة بشكل رائع، وضع الكرة مروضة أمامه والطريقة نظر هل هناك زميل له في المنطقة أم لا فسدد وبقوة هدفا رائع جدا. صراحة هذا اللاعب أراه سينضج وسيتطور أكثر، واللاعب في البايرن هذا يعني لما تريدك البايرن فهذا يعني أنك في المستوى ولا يخطئون أبدا، وأتمنى له أن يستمر هكذا في هذه البطولة. فالمغرب قدم مباراة جيدة قوية خصوصا على مستوى الدفاع، ولكن أيضا على مستوى الهجوم علينا أن نقول أن المغرب كان عليه ويجب عليه في هذه المراحل عليه أن يسجل أهدافا أكثر، وعليه أن يكون قاتلا في إنهاء الهجمات، لأن الحقيقة أن المغرب يخلق الكثير من الفرص للتسجيل ضد البرازيل واليوم أيضا ضد اسكتلندا، وأتمنى أن ينجح في تحسين إنهاء الهجمات في المباريات القادمة، لكنهم فريق قوي جدا. اللعب ضد المغرب اليوم صعب جدا، كل اللاعبين لما يخسرون الكرة يركضون بسرعة لاستعادتها، لاعبون شباب بجودة عالية جدا، ترى الرغبة والأجواء داخل هذه المجموعة من اللاعبين والأجواء إيجابية، المجموعة متلاحمة يعيشون معا، وهذا شيء جيد جدا بالنسبة لمسابقة ككأس العالم. ماجين، أنت قريب من ماجين كابتن أحمد، كيف تشاهد هذه اللقطة؟ لا هي ما فيهاش اي شيء. جون يعني هو ممتاز في الحاجات اللي زي دي، بيستخدم جسمه بعيدا عن العاطفة. لا بعيد عن العاطفة ما فيهاش اي حاجة، عاطفة يعني ما فيهاش ضربة جزاء يعني. لا بس بالله هو ممتاز في الامور ديت، يعني هو بيستخدم جسمه بشكل ممتاز، ولكن في الكورة ديت ما فيهاش اي شيء يعني طبيعية يعني، فكان قرار صحيح من حكم المباراة. طبعا نذكر بأن دفاع المغرب كان حاضر، مع العلم بأن كابتن يوسف شيبو كان متوتر ليس قليلا بل كثيرا، ودليل على ذلك بأنه أشار في أكثر من مناسبة بأن الدفاع يحتاج أيضا لأن يتطور على مستوى اللقاءات القادمة، يكون محكم بشكل أكبر، وأيضا عملية إنهاء الهجمات تكون حاضرة بشكل أكبر، لأن المباريات القادمة ستكون حساسة، وربما قد يكون هناك منتخب قوي في مواجهة منتخبي المغرب. كرة أخرى، العيناوي يطلب ركلة جزاء. كابتن يوسف كيف تشاهد هذه الحالة؟ كان هناك شد بين اللاعبين. لا مش ضربة جزاء، لأن شوف قبل ما تضرب الكرة
كان هناك شد بين اللاعبين وكان تمزيق القميص، لكن لا اعتقد كان ضربه جزاء لان كانت الكره ما كانش هو يركض اتجاه الكره. لو كان يركض اتجاه الكره وكان مسك كان ممكن ضربه الجزاء، لكن كانوا هما اللاعبين مع بعض. تقصد هناك احتكاك قبل هذه لا، ما كان واحد مشدين، واحد حتى عينوي كان ماسك ماكتومينا اعتقد من قميصه، لكن يمكن عمليه الجر كانت اقوى وتم قطع القميص، لكن لا اعتقد انها كان ضرب جزاء. لكن بغيت نشوف اكثر المحاولات خصوصا محاوله دياز اللي صراحه انا كنت شويه على اعصابي صراحه، لان هذيك المحاوله المفروض تكون ايجابي وتكون جماعي. احيانا كره القدم يا عبد العزيز سهله جدا، هنا قلنا انه يمسك الكره كثير، هو لاعب مهم ولاعب اعطى كره ممتازه. لا احد يشكك في مدى احترافيه. شوف طلب الكره ممتاز، طلب الكره ممتاز، والتمريره في المساحه كانت ممتازه. شوف صيباري لمسه واحده فقط، الصيباري خليه يسجل خلاص وترتاح ونرتاح، حتى أننا نرتاح. الهدف الثاني يريحك. ممكن كانت والله بيني وبينك الجميع يرتاح بصراحه. طبعا حتى احمد المحمدي يرتاح. لا طبعا، لا هذه الاشياء المفروض ما تتكررش. هو يعني لمس الكره الفيرست تاتش، المفروض الفيرست تاتش يعملها على طول على طول، لكن لو ما فيش مساحه بشكل مباشر، لو ما فيش مساحه للباس ممكن تعذره ان هو ياخد يرقق. ولكن شوف هنا عبد العزيز سهله، هو تحرك ممتاز اتكلمنا عليه خلف المساحات. هني من مدافع بطيء جدا بيستغل سرعته. شوف الفيرست تاتش بتاع دياز هنا كان لازم الفيرست تاتش واحده على طول. طبعا لو ما فيش مجال للباص ممكن تعذره ان هو ممكن يراوغ، ولكن هي هو شوف هو اليوم كثر من المراوغات. إلى في لو بلو ديفيسيل. الأصعب وهو أن لا يعطي الكرة لا يمرر الكرة لصديقه وأن يصنع هدفا آخر. ربما لم يره، لا أدري صراحة، ولكنه قام بطلب الكرة بشكل جيد جدا، والأسهل هو أن يمرر لزميله وهو أمامه هدف ينهي المباراة. تذكر عبد العزيز الطوفيلي لما كان مع الانتر كانت نفس اللقطه، في لاعب ما عطاش كره، عرفش سوى له، راح ضربه. والله انا لا اصفعه، ولكن قبل ان ينتقد الكره فانا ضد. انا في منطقه الجزاء كنت اصرخ حتى يعطيني الكره، حتى ولو انني لم يراني وسأعرف انني هناك. فالمهاجم يجب عليه ان يطالب ويسمع صديقه انه متواجد هناك، لكن جوده دياز تفرض عليه انه كان ليرى زميله ويمرر له الكره، والامر سهل جدا لتسجيل الهدف الثاني ينهي المباراه والجميع مرتاح. وهذه الاشياء هذه تعلموا منها، لو هناك اشياء ايجابيه كثيره كانت في المباراه صحيح، لكن مثل هذه الاشياء لكن انت ترغب بان تشاهد المنتخب المغربي لديه نجاعه اكثر في عمليه تسجيل الاهداف، لانه لديه كل الامكانيات عبد العزيز في عمليه تسجيل اهداف اخرى او جماعيه. شوف تكون جماعيه، تكون اداء جماعي، يعني عندك صاحبك عنده فرصه وافضل منك اعطيه يسجل، لان منتخب اخر اقوى وافضل وتجيك له الفرصه وتضيعها طبعا يعاقبك. نعم، حسن حظنا احنا دفاعيا يمكن ممتازين. الخنوس كذلك تقدم مباراه كبيره اليوم، صيبار يوم الكره تقدم بالقائم، يعني المستوى الهجومي مباراه ممتازه. شيء جيد ان احنا نصل ونخلق فرص، هذا مهم جدا وهذا شيء ايجابي جدا. لكن عمليه التسجيل نعم هذه تبقى دائما مع الوقت، مع مرور الوقت، وبعض الاحيان نتخلوا على الانانيه، تكون هناك واحد جماعيه، يعني كيف انا سجلت كيف انت، اي لاعب يسجل، بس المهم انك تخدم مصلحه الفريق. لكن ان شاء الله هذه الاشياء ما نشاهدهاش في مباريات اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن يوسف، الا تشعر بان تاخر الوقت كثيرا مع تغييرات تغييرات ليس فقط تغييرات، التغييرات صحيح تاخر شوي، محمد وهبي تاخر كثيرا، لكن اقصد بان ابراهيم دياز تاخر الوقت في عمليه ان ينضج اكثر مع لاعبي المنتخب المغربي في عمليه التمرير، اللعب بالتعاون اكثر، الصناعه هي تلعب دور كبير ايضا، لانه صانع الالعاب هو صانع الهدفين حتى الان المنتخب طبعا. لا هو شوف اللاعب عنده امكانيات كبيره صحيح، انه صانع لا حد يختلف على موهبه ابراهيم دياز، موهبه كبيره، لكن الموهبه لازم ان تستغل كذلك، تطور، تحتوى من قبل المدرب، تحتوى المدرب وتستغل لاجل المجموعه. هذا المهم جدا. كرة القدم كرة جماعية، أنا لو عندي إمكانيات وما سخرهاش للفريق والزملاء لماذا لا؟ هناك إمكانيات، لكن الوقت تسديد، وقت مراوغة تراوغ، ووقت أنك تمرر وتعطي صديقك فرصة أنه يسجل وينهي المباراة يكون أفضل. هذه الأشياء تأتي أعتقد كما قلت مع المدرب، أكيد ستكون عنده ملاحظات على المباراة إن شاء الله تتحسن حتى نشاهد
التطور من مستوى اخر في المباراه المقبله ان شاء الله.